السلام عليكم، مرحبا بكم في عالم الربيع. فيديو جديد، وصفه جديده ان شاء الله باذن الله. نتمنى من هاد لا فيديو نلقاكم بصحه جيده ان شاء الله يا ربي. غادي ندير معكم الكغاتان لي باط الفيس او المجعبه اللي عندكم متواجد عندكم. انا غادي نديرو بالفيس او الرسول. هنا عندي 500 غرام ديال الرسول او الفيس، عندي واحد 400 غرام ديال الصدر ديال الدجاج، عندي واحد البصله كبيره اللي انا شلطتها درتها هكايا في المقله. غادي نضيف عليه واحد نص كاس ديال زيت المائده. عندي هنايا العطريه، عندي الخرقوم او الكركم البلدي، عندي البابريكا او التحميره، عندي واحد نص معلقه ديال السكينجبير، عندي العطريه ديال الدجاج، وعندي واحد شويه ديال الابزار. هادو هما العطريه اللي عندي، وعندي الثومه بودره، وعندي قزبور حبوب مدقوق، عندي قزبور مدقوق، وعندي الملح من طبيعه الحال نسيت ما حطيتوش. هنايا غادي نضيف الزيت على هاد البصله هادي، وغادي نردها تشحر ليا. هنا غادي نضيف واحد نص كاس ديال الزيت، وغادي نضيف هاد البصله تتشحر مزيان، نردها تشحر. وهنايا عندي الماء، غادي ندير لي باط ديالي باش يتسلقوا. هنايا عندي ورق الغار هانتوما كتشوفوه، اولا ورق سيدنا موسى. غادي نضيف معاه الملحه، ضروري تضيفوا الملحه باش كيجيوكم بحال هكايا لي باط بنان. غادي نرد لي باط ديالي يتسلقوا، وغادي نرد البصله تشحر ونرجع معاكم. هنايا من بعد ما تشحر لي الصدر ديال الدجاج مع ديك البصيله، تيصحابني كنصور ساعه ما لقيت راسي ما صورت والو. هنا ضفت واحد 2 معالق ديال مطيشه محكوكه اولا مطيشه الحك بحال، وكنضيف عليه واحد شويه الثومه بودره. الا عندكم الثومه طريه ديروها، واحد 2 فصوص ديال الثومه. هنايا قزبر حبوب حتى هو كنضيفو صافي. وغادي نضيف هكايا مطيشه، ضفت واحد شويه ديال المطيشه هكا، معلقه ديال المطيشه الحك، وعاد زدت مطيشه عاديه هكا حكيتها، كنت مصايباها انا عرفتها مصايبه معكم في القناه صافي. غادي ودرت العطريه اللي ذكرت معكم في المقادير. كتجي عرفتي واحد الريحه كتطلع منه غزاله، واحد الريحه، واحد النكهه زوينه. الا طفتو ديك العطريه ديال الدجاج كتجي غزاله العطريه ديال الدجاج مع هاد لاصوص هادي. غادي نطفي عليها البوطه، وغادي ندوز نصفي لي باط ديالي ونرجع معكم ان شاء الله. هنا من بعد ما تسلق ليا الفيز ديالي هانتوما كتشوفوه راه صفيتو وعاود رديتو هنا الكوكوت. غادي نضيف عليه داك الدجاج والبصله اللي كنا شحرنا. غادي نحرك هاد العناصر كاملين هكا تندمجهم كاملين على هاد الطريقه هادي. كيجي هاد الكغاتان واعر الصراحه، كيجيو لي الا ما كانوش بحال هكا الوليدات كياكلوا لكم لي باط، راه ديرهم بهاد الطريقه هادي كيجيو زوينين صافي. من بعد ما حركت هاد العناصر كاملين، غادي نجيب هكايا الطويجنات اللي عندي انا غسلاهم هكايا، كنديرهم فرديات باش كل واحد كياكل بحال هكا ديالو من الاحسن بهاد الطريقه هادي. هنايا عندي صلصه بيشاميل هانتوما هي راه فايته دايرها معكم شحال من خطره. وهنا عندي الفرماج صافي. غادي ندير شويه ديال الصلصه هكايا بهاد الطريقه هادي، ندير في الطويجناتي هكايا كاملين. هاد الطويجنات عرفتي كتجي لذيذه فيهم الصراحه، احسن ما دير ولا ما عندكمش راه غديروا مول واحد. انا هكايا كيجيني الصراحه كيجيوني هكا حسن صافي. كنحاول باش ما تجينيش من التحت ناشفه صافي. وغادي نعمر بهاد الطريقه هادي.
كتجي كيجيو هكايا لذاذين. كتجي هاد الكغاتان كيجي بنين الصراحه بهاد الطريقه هادي. غادي نبدا نحاول نعمر تنعمر كلشي باش ما يجينيش بيض. هنا من بعد ما كملت الطويجنات ديالي كاملين غادي نوضع عليهم هاد الصلصه من الفوق. بهاد الطريقه هادي صافي. الفران انا كنكون مشعله، غندير غير ديال الغاز. عندكم ديال الذره غادي ديروا 270 درجه. اكيد في هاد الطويجنات كتجي بنينه الصراحه، والله العظيم كتجي واحد البنه. وحتى الوليدات كيعجبهم في هاد الطويجنات، كيعجبهم هاد المذاق ديال هاد الطويجنات هادو. صافي منين كملت هكايا هاد الطويجنات ديالي غادي ندير ليهم الفرماج من الفوق. الا عندكم فرماج مربى حتى هو راه ممكن ديروه، عندكم موزاريلا حتى ممكن ديروه، المهم داكشي اللي متواجد عندكم. يعني هاد الوصفه هادي راه ماشي مكلفه، يعني داكشي اللي كنتي غديري راه غديريه تقضي به صافي. انا داكشي اللي كاين عندي هو باش قضيت، يعني ماشي. هنا غادي ندير الفرماج نتوما كتشوفوا بهاد الطريقه هادي. كنحاولوا نديروا بحال هكا في الجناب. صافي غادي ندخلهم الفران وغنرجع معكم مع الشكل النهائي ان شاء الله. هنايا ها هو الكغاتان ديالي راه وجد، كيجيو ما شاء الله. قد غير هاد الطويجينه هادي كيجيو ما شاء الله. كنتمنى من الله تجربوا هاد الوصفه هادي وكتجي رائعه. عرفتوا واحد الريحه طالعه منها يا سلام. هانتوما كي كتجي ما شاء الله، كتجي غزاله. كتجي شوفوا التعليكه كي دايره، شوفوا التعليكه شحال زوينه. كيجي هاد الكغاتان كيجي واعر الصراحه. الله جربوها. كنتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش من واحد اللايك واشتراك باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله باذن الله. والله يعاونكم، والفيديو المقبل ان شاء الله باذن الله.